فجاءته من بين الرماح نساؤه كما تأتي من بين البروق التماطر، فعز عليه أن تراه مجدلا وعز عليها أن تراها العساكر، فألقت على كل الحسين بكلها كما من على جسم العقيق الجواهر. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا وإياكم في برنامج نبرات الولاء، معنا ومعكم خادم الإمام الحسين المخلص المهذب ملا كاظم الطليباوي. أهلا ومرحبا بك حبيبي، حياك الله، أعظم الله أجرك وأحسن الله عزاك، الله يوفقكم. شكرا لجنابك قناة الإشراق الفضائية على هاي الدعوة الكريمة. الله يبارك الله بعمرك، يوفقكم ويديمكم إن شاء الله. قواك الله على التعب، الله يديم النعمة علينا وعليكم نعمة الخدمة. الله يسلمكم إن شاء الله. تاج راسم ملا كاظم الطليباوي، أنا وياك حكينا بداية البرنامج. نعم. أنت ما شاء الله خادم الإمام الحسين منذ نعومة أظافرك. نتعلم منكم، نتعلم منكم تاج راس. الله يحفظك إن شاء الله. ملاتي يا سنة بديت تقرأ؟ أنا ملا هي الخدمة والخادم الزهراء صلوات الله على مولاته، هو من عالم الذر. نعم. منك أنت وأنا وكل خدام الزهراء، أكيد. منك اختاروا الحسين صلوات الله على مولاته. أما ظاهرية الخدمة اللي بديت بها بموكب الزنجيل. نعم. ما يقارب سنة 2010 2011. تذكر أول قصيدة قرأتها؟ أي أذكر وحافظ حتى مستهل. شنو كانت القصيدة؟ مستهلها يقول: يا هل ترى ماذا جرى في كربلاء؟ نعم. ورد الخبر سقط القمر أين اللواء. الله. يعني هذا اللي من كلماتها؟ ما أتذكر بالضبط، بس هذا أول مستهل وأول قصيدة قريتها بحياتي. أتذكر يمكن قارئهم ولا جليل أتوقع، حسب ما أتوقع يعني. أي نعم. صح. نعم. الله يوفقك. الله يوفقكم إن شاء الله. ملاتي دائما إحنا خدام الإمام الحسين أغلبيتهم يبدون الخدمة من مواكب الزنجيل. باعتبار شلون أقول لك، الموكب الزنجيل. نعم. ممكن انه يصير به خطأ، ممكن تتلافى. مو مثل المجلس. صحيح. اول مجلس قريته شو وقت؟ مجلس يعني ما بعد فترة الزنجيل. هو قلت لك صاحب الفضل علينا كل احنا الرواديد عزاء الزنجيل. نعم. بس ما بعدها تقريبا 2016 17 بديت اصعد المنبر. شكرا للحسين. الحمد لله والشكر. شكرا لمولاي. الله يديم عليك النعمة يا رب. ومن خلال برنامجك طبعا، من خلال حاضرتك، احب اوجه عتب. يا الله بدينا بالعتب. اي بدينا عتب على خدام الزهراء. نعم. احنا من باب انه خدام الحسين وخدام مولاة الزهراء كلهم عائلة بيت مثل ما يقولون. اي. فاكثر العفو الرواديد تجيهم دعوة لعزاء الزنجيل وهو ما عنده دعوة للعزاء المجلس ما يروح. فأوجه شديد العتب لهم. هو يعني مو دفاعا عن الرواديد اللي نعم. بس تدري موكب الزنجيل يراد الحيل. بس ملا صاحب فضل علينا. وإذا ملا منير اليوم ما قرأ، وملا كاظم ما قرأ، وملا فلان ما قرأ، نوقف هاي الشاعرة الحسين؟ لا طبعا. نوقفها؟ لا طبعا. تقبلها أنت؟ وهذا ماكو رادود اليوم ما يقول عزاء الزنجيل هو صاحب الفضل عليه. أكيد. فاللي أترجاه من أخوتي خدام الزهراء والله يوفقهم إن شاء الله. وأنا أقل من أنصحهم. لا والله أقل لهم شأنا، أقل لهم خدمة، أقل لهم عمرا، وأقل لهم بكل شيء. الله يسلمكم. إنه إذا ما قدم عزاء مجلس بالعشرة الأولى خاصة شهر محرم، لأن هو أكثر شيء أكثر المواكب بالعشرة الأولى. نعم. عزاء الزنجيل. باسم الزهراء نطلب منه إنه يقرأ عزاء الزنجيل وما يتعطل عنه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يسمعون ندائك ويسمعون هاي يا أبا عبد الله النصيحة إن شاء الله من أخوهم الكبير. لا العفو. أقلهم شأنا الله شاء. ملاتي تاج راسي. أنا أسمع لك قصايد وأنا أعرف طبيعة قصايدك. بس إحنا اليوم نريد الناس تعرف ملا كاظم دائما شي يحب يقرأ القصيدة اللي بيها إحساس، اللي بيها حماس. تعرف اليوم الروجة مالت القصايد دائما. نعم. المستمع يروح على القصائد السريعة. نعم. واللي بيها أوزان مختلفة. بس نعم. اليوم ملا كاظم لا، طلع لنا لون جميل. لا العفو، نتعلم منكم. وطلع لنا لون الناس ترغبه. نتعلم. شنو طبيعة القصائد اللي تقراها ملا؟ والله طبيعة القصائد اللي دائما أحب إنه أقراها القصيدة المولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه وتكون بها عقيدة. اي نعم. ربط الشباب بصاحب الزمان، ربط الخادم بصاحب الزمان، مواضيع عن صاحب الزمان صلوات الله عليه. هاي بالنسبة للمواضيع. اي نعم.
اما بالنسبه لطبيعه طبيعة القصيده القراءة اي اللي هي طبيعة. حماسيه او مثلا هي لا احساس. ما اميل للحماسيه اكثر، مثلا الاحساس، الدمعه، ذني اللي نتعلمهن من يومكم. العفو. في دول وجهك. احنا شنو نتعلم؟ لا بيكم البركه. انت لا تسوي لها هاي استاذي السالفه. استاذي تاج راسي في دوله. ملاتي هم فد يوم اندعيت بمجلس ولقيت الصوتيات بيها مثلا تعبانه، واي خير من الله، ولقيت خير من بيها الله، وهم المتفضلين علي، هم شلون المتفضلين. تعاملت؟ بكل رحابه صدر، يعني بكل رحابه، وكمل مجلس مقدمه رئيسيه نزله لحد النهايه. يلا مجالس بسيطه لو مجالس هيئات مجالس بسيطه ومجالس هيئات ايضا كبيره، بس يكون الصوت بها ما منتظم، او المهندس مثلا، الله يوفق اخوتنا المهندسين ان شاء الله. امين يا رب اي العالمين. فطبيعيه كلش وخير من الله. الحمد لله. نسال الله القبول، وبالتالي زين. هم المتفضلين عليه. ارجع اقول الفضل لله. نعم. ان شاء الله. نعم. زين هاي المجالس يعني مجالس هيئات قلت صح؟ اي نعم. يعني شنو المشكله اللي موجوده مثلا؟ يعني مرات لو مثلا يتوازن انه مثلا ماكو مهندس صوت او ماكو شركه مال صوت، فيضطر انه يجيب الشيء البسيط. طيب نعم. اليوم خادم الامام الحسين عنده فد طقوس معينه، حتى نبسط لك اياها. نعم. عنده فد عبادات قبل نعم. قبل شو اسمه، نعم. قبل نعم. المنبر. نعم. يعني يقرا الفاتحه مثلا، يصلي ركعتين. نعم. هاي الامور مولا كاظم شنو اللي يسوي من عندهن قبل لا يصعد المنبر؟ والله انا اخذتها من احد خدمه الزهراء الله يوفقه ان شاء الله، انه اقرا الفاتحه لمولاة ام البنين صلوات الله عليها، واهدي لها 14 صلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فبعد هي تتكفل هاي بالعزاء. دائما يعني هاي دائما. كل صعدة هاي المنبر. دائما يعني. لا ومرات انه على الاغلب والاكثر انه من اطلع من بيتي ناوي اروح للعزاء، سواء كان محافظات او داخل بغداد. نعم. من اطلع من بيتي اقرا، وقبل لا اصعد المنبر اقرا. الله يوفقك. الله يسلمكم تاج العاصمه. مولاتي حبيبي احنا اليوم سامحنا شويه. عفوا. على راحتك. الله يسلمك. اليوم سامحنا شويه، عندنا يعني اسئلتنا هوايه، بس تدري الناس تحب تشوف ملا كاظم الطليباوي ومعلومات عنه. يا بعدين. اليوم القصيده مو كل رادود يقدر يوصلها للجمهور. اليوم جنابك اذا تقرا قصيده توصلها، منير اذا يقرا قصيده يجوز ما يعرف يوصلها للجمهور. لا بيك البركه من الله يبارك بعمرك. هذا الموضوع انه اشوفه انه كفيل به سيد الشهداء صلوات الله عليه هو، وعدنا انه ما يخرج منها القلب يقع في القلب، ولا انت سيد العارفين بعد. نعم. الرادود اذا قرا القصيده بكل جوارحه، يقراها بعينه بكل شيء، بكل جوارحه يقراها بحرقه قلبه، يقراها بدمعته، بعد هو يتكفل بها سيد الشهداء. وبالتالي الوصول للناس مو معناه انه التوفيق. مرات عفوا، مرات نشوف القصيده المشهوره ناس تقول عليها قصيده موفقه، لا هذا مو مقياس. مو مقياس انه المشاهدات والشهره والكذا، مو مقياس. التوفيق هو شيء خفي بين الحسين وبين الخادم صلوات الله، شيء يعني خفي. انت اليوم مع انه القصيده تكون موفقه؟ لو اليوم احنا نقول الكلمات واللحن والمؤدي. لا انا ضد انه مثلا القصيده اللي نشوف مشاهداتها بالملايين نقول هاي القصيده موفقه، لا انا ضدها. لا انا مو بهذا الصدد. نعم. مولاتي اليوم تعرف الكلام الحلو واللحن الحلو والاداء الحلو اكيد له دوره. نعم. فانت اليوم مع انه هذني العوامل لو تقول هي أكيد القصيده اللي اكيد لان سيد الشهداء ملا سيد الشهداء جميل. هاي جميل وسيد الجمال. نعم. يعني اجيب له كلام ركيك؟ لا طبعا. فشله من الحسين فشله. او اجيب له لحن مو حلو؟ بس احنا اليوم مرات تشوف قصيده بسيطه ابسط منها ماكو، يجوز مكتوبه على شكل عمودي حتى مو اوزان مختلفه. نعم. والرادود اللي مأديها ما اقول لك عليه رادود معروف، يجوز رادود همينه بسيط. نعم. واللحن اللي خالينه لحن جدا بسيط، لا بيه انتقالات ولا بيه تكلف ولا بيه كذا. نعم. بس شوف وصلت ملايين المشاهدات، هذا وين تخليه؟ احنا اليوم هذا خليه بكيف الحسين. انت اليوم مرات القصيده الجميله واللحن الجميل له دور. اي نعم. زين كيف اذا كانت هي القصيده هي طبيعيه؟ هذا شوف انه قاريها للحسين، مو اسوي اللحن وهيك اسوي بيه فرات ونغم الموسيقى وكذا وهذا. حتى شنو القصيده
تاخذ صداها، لا احنا بيناتنا نحكي نقول هاي القصيده الحسين رايتها. اي هو الحسين رايتها بالضبط. نعم. اليوم انت الشيء بالشيء يذكر، العفو قاطعك بخير مله. الشيء بالشيء يذكر، يسولفون على احد خدم السيد الشهداء الله يوفقه، اعتقد الشاعر كرار حسين الكربلاء، تحياتنا له وكميل. يقول شايف مولاي سيد الشهداء صلوات الله عليه بعالم الروي، فقال له مولاي منو السنه القصايد اللي عجبتك؟ القصيده الفلانيه اشتغلت من راس البيشه، جت كربلاء الزوار تمشي عليه، قال ما سامح ما سامح. القصيده الفلانيه قال له ما سامح، القصيده الفلانيه ما سامح. زين قال له مولاي شنو اللي سمعته السنه وانكتب لك وعجبك وحبيته؟ قال له هيك ابيات كرار حسين الكربلاء حافظنا الرجل، وسولفنا هاي السالفه الشاعر محمد الفاطمه الله يوفقه ويحفظه ان شاء الله. ملا الابيات ما موزونه بالوزن غلط، وترتيب الجمل مالتهن غلط. قال له هذن العجبن، والحسين فرحان بيهن. سبحان الله. هيك اللي يسولف عليه كرار حسين الكربلاء. فملا يعني القضيه بكيف الحسين. اكيد والله لا شك. والله يوفقكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ملاتي اكثر المواقف اللي صارت وياك على المنبر؟ على المنبر كثيره، بس اسولف لك موقف ملا هد حيلي خارج المنبر. نعم. يعني رحنا انا واستاذ محمد، هذا الرجل هم متفضل عليه جزاه الله خير، انه مرافقنا بكل مجالس ورحلات مجال السيد الشهداء. نعم. رحنا عندنا مجلس بقضاء الشطره بالناصريه. ملا على طريق اعتقد تندله، طريق من السريع مال البصره وتنزل على الشطره، طريق يسمونه القطيعه، وهي نعم. اسم على مسمى. ملا منطقه منتهيه معدومه مقطوعه، صحراء. هاي صحراء، السماء والطارق فقط. ملا شفنا صريفه هيك صغيره، هن يسمونها صريفه، كوكب صغير باطفال اعمارهم 6-5 سنوات. الاطفال حفاي ملا بنص الصحراء، ماكو بيوت قريبه عليهم، منين اجوا؟ زين وين اهلهم؟ شو يسوون؟ دولكه مال مي وقلاصات يوقفون بالسيارات. سبحان الله. اشرب ماي بثواب الحسين. الله اكبر. زين هاي الفطره شنو؟ ما اعرف يعني، صلوات الله عليك يا ابا عبد الله. يعني سودن الوادم الحسين، سودن الوادم. يعني اطفال يعني انا من سالتهم قالوا انه والدهم جايب ذابهم من هذا الموكب، هذا مالتهم هنا ياخذون كل سنه ورايح والدهم. شوف طمأنينة الوالد ملا، انه يعوف اطفال 5 سنوات و6 سنوات وياهم بنيه صغيره، يعوفهم بالشارع يخدموا الحسين، ما يخاف عليهم. شوف الحسين شو مسوي بالعالم. ملا هذا الموقف يعني دمرني. ملا اليوم الخدم اللي نشوفهم بالمواكب وبالهيئات، يعني اغلبيتهم اذا تدخل بعالم القصص مالتهم وتدخل بعالم عجيب عالم عجيب، الاحاديث والروايات، يعني تلقى ابحر من عالم عجيب، من الرؤيه ومن من القلوب الطيبه بينهم. نعم. وبين الامام. نعم. سبحان الله. احنا نحكي عن اطفال اعمار 5 سنوات. 5 سنوات ملا، وهاي الفطره موجوده بيهم. الله شاهد يا ملا، صورتهم يعني ما تفارق عين. لا انا ولا استاذ محمد. الله يبارك بهم ان شاء الله. الله يجعلهم من خدام الله يوفقهم ان شاء الله بحق صاحب الزمان. مشاهدينا الكرام، احنا نروح ان شاء الله فاصل ونرجع لكم. رجعنا وياكم البرنامج نبرات الولاء، ويانا خادم الامام الحسين ملا كاظم الطليباوي. اهلا وسهلا. تاج راس ملا حبيبي، الله يوفقك، الله يديمكم تاج راس. الله يحفظك ان شاء الله. في دول وجه ملا احنا حكينا عن المنبر وحكينا عن البدايات وحكينا عن المواقف على المنبر. نعم. اليوم ملا كاظم الطليباوي مو بس خادم الامام الحسين رادود يعني. نعم. اليوم ملا كاظم يشارك بمواقف حسينيه خدميه، خادم لتراب زوار الحسين. تحب يسمونك خادم لو يسمونك رادود؟ لا خادم. الله يبارك فيك. خادم، لأن هو مولاي حبيب صلوات الله عليه، يقول له مولاي أنا خادمكم. الله يحفظك. فأنا مهم خادم كلمة كبيرة يعني. أكيد. أنا أشوف نفسي إنه ما أستحق الأمان. ملا كاظم اليوم، ملا كاظم الطليباوي اليوم مو بس رادود حسيني، اليوم ملا كاظم يخدم مواكب حسينية. نعم. ويشارك. نعم. ملا كل سنة وين تخدم بالأربعينية؟ بالأربعينية شيخي إحنا عندنا موكب اسمه موكب حمزة الزغير. هم من خلال برنامجك دعوة
كل زوار بغداد إن شاء الله يشرفونا ونتبرك بتراب أقدامهم. الله يبارك فيك. اللي يكون مسيطرة بغداد، طريق بغداد، عمود 177. موفق إن شاء الله. أي هذا الموكب شيخي الخدم مالته رواديد وشعراء مدينة المعامل، واللي قام عليه الشاعر حسين الدريعي الله يوفقه إن شاء الله. الله يوفقه إن شاء الله. ملاتي هم تصير مواقف أكيد بالخدمة، يعني زاير صاير ويا موقف. نعم. بالخدمة مثلا شنو المواقف اللي تصير دائما بالخدمة؟ الخدمة مول شيء عالم ثاني، انت من تشوف الزوار والخدام يعني تنهار بهاي اللحظة. تشوف شيبة يمشي ما يهمه، لا تعب لا حار لا متوجه للحسين صلوات الله عليه. فهذا الشيء يعني عجيب ما يتوصف ما يتوصف صراحة. مولا كاظم الطليباوي اليوم خادم الإمام الحسين، أكيد كل واحد أكو ناس تساعده. من أكثر وياك أكثر واحد ساعدك بالخدمة الحسينية؟ أي موجودين حج وجزاهم الله خير والله يوفقهم إن شاء الله. من خلال قصدك عن الردة؟ بالردة أو بالخدمة حتى بالموكب، أكو ناس قالوا لك مثلا نعم. أنت اليوم أكيد هذا الموكب ما رحت لمن طوع نفسك. أكيد أكو ناس سووا لك دعوة. أي نعم. بالنسبة لجانب الردة مله، جانب الردة من بديت يعني جزاه الله خير السيد سعيد البخاتي الله يوفقه، عزاء الزنجيل، عزاء السيدة زينب، منطقتي بغداد شاعور مدينة المعاول. فساعدنا هذا الرجل كثير الله يوفقه إن شاء الله. وبالمجلس والموكب اللي سالفنا عليهن الشاعر حسين الدريعي يعني صاحب فضل عليه الله يوفقه. زين شنو طبيعة المساعدة يعني؟ شنو اللي قدم لك إياه؟ يعني حسين خلاني قال توقف هيك على المنبر، يعني وقفت على المنبر وعلمني اياه. اختياري للنص الشعري. هو شاعر؟ نعم. وبالإضافة لأنه الأستاذ الأديب ياسين حميد الصالح جزاه الله ألف خير. نعم. هذا الشخص يعني نوجه له تحياتنا من خلال برنامجكم. الله يسلمك. إن شاء الله توصل تحياتك إن شاء الله. يعني صاحب فضل كبير جدا. الله يسلمك. الله يوفقه إن شاء الله. من بعد إذنك أحكي ويا قلبك. أحكي ويا قلبك. شنو قصة هاي القصيدة؟ قصة هاي القصيدة القصيدة هاي الأمانة إنه انكتبت الغير رادود. نعم. مولى عباس الدريعي الله يوفقه كتبها الأستاذ ياسين حميد الصالح. فمولى عباس قال يعني القصيدة ما لامست ذوقي أو فرد شيء هيك. هي ألحانك لو ألحانه؟ لا ألحان مولى عباس دريعي. فقلت له اعطيني هاي القصيدة خليها شو وقت ما يجي رزقها أقراها. فمولى بالليالي الفاطمية يعني بوقت متأخر من الليل كلش خابرني شخص صديقنا هو الله يوفقه صاحب هيئة بخان النص بالحيدرية. قال له ملا احنا متفقين ويا رادود، والرادود مطينا الموعد بالهجري واحنا مثبتين بالميلادي. فصاير تضارب لان تعرف الخلاف اللي يصير بين الاشهر الهجري والميلادي. اكيد. فقال واعتذر من يمنه. قلت له زين شلون؟ قال بعد على الله عليك. قلت له اخوي خالد. فرحنا قرأت القصيدة هاي لا محسب لها لا شكرا لمولاي صاحب الزمان. سبحان الله. يعني كتابة القصيدة ولحنها لا مو لي للأمانة، مولى عباس مكتوبه، والمجلس أيضا مو لي. يعني هي قسمتك بعد هو رادها عودة على بدء نسولف إنه القصيدة هو إريدها صاحب الزمان، بعد إن شاء الله هو الرايد إن شاء الله يقول إنه مولاي صاحب الزمان. اللهم آمين. تقرأنا منها شوية ولا؟ أي خادم الإمام الحسين. من بعد إذنك أحكي ويا قلبك أكثر من الهم والله أنا متعبك نادرا أبكي ودائما أضحك وانت يومي وحدي ذبحك لا أنا فاز لك فدا ولا أنا حارق دمي بالو يا ناس مهاجرة وناسيك بالك يمي ناسيك بالك يمي من شفتك دم قلبي قال بس هذا الحب حلال
وما انطي روحي مجال تعشق أكثر. الله أحسنت. تاج راسي فدوة. جزاك الله خير. عيونه من العفو. الله يجازيك خير. تاج راسي فدوة. الله يبارك يا بعمرك تاج إن شاء راسي. الله. الله يخليكم. ولاتي نرجع لموضوع الخدمة بالمواكب الحسينية. اي نعم. اليوم المواكب الحسينية بيها تعب وبيها ضيم وضلايم وخدمة وشمس وحار. كلهن هنا نداتك. فاليوم من الأيام أنت تعبت كلش هواي بس فرحت. هواي مل. شلون؟ احنا نتعب يعني. احنا قلت لك وي الشاعر حسين درايب موكب حمزة الزغير نشو سمك مل. انا حسين طريقته انه ما ياخذ غير السمك يشول الزوار. فشايف مشوايه وحطب ونار وظهريه ونسوي بس وجبه الغداء. فنتعب كلش. بعدها يعني فرحانا حسين بشغله لا على البال لا على الخاطر، اللي هي جاب لنا احواض وكراسي. يجي الزاير يقعد يخلي رجلي بالحوض، تجي انت تغسل رجلي. فهنا يعني لا تشوف الطاقه يعني انت اليوم مو فرحت ببشاره او فشيء. لا حج انا افرح بخدمه الزاير. انا على قولة الشاعر يقول له مولاي لا رايد ثواب ولا جزيه، رايد بس رضا امك عليه. الحسين صلوات الله عليه هو هذني يعطينا اياها البشاره، وهاي هو يعطينا اياها، هو اعرف اكيد بينا من انفسنا. فانا افرح من نخدم الحسين صلوات الله عليه، افرح من نخدم زوار الحسين، مو بطمع داخلنا الحسين. نعم الله يوفقك يا عمر. اليوم الخدمه على المنبر اجمل لو الخدمه للزوار؟ بكل حالات الخدمه حلوه وين ما تصير. يعني مثلا وين ما تصير انت شو تفضل؟ انت شو تفضل؟ كلهن تشوف نفسك على المنبر لو تشوف نفسك خادم؟ لا خادم انا وعلى المنبر وبكلهن، واسطر اللطامه وارتب اجلك الله مداسات وكلهن حلوات. تواضع هذا من عندك؟ لا قسما بالله لا تواضع لا نكره عن ذات. انت قلت لي سوالف قلب. سوالف من قلبك قسما بالحسين هذين سوالف قلب. احلى دعاء سمعته من زاير. الله يعني زاير الله يوم قدمت له خدمه دعا لك، تتذكر شيء منها؟ والله هواي، بس سابقا مله يعني قبل ما يقارب 10 سنوات صار عندنا ظرف هنا، فانتقلنا المدينه بالناصريه ناحيه الفجر. سكننا بها ما يقارب 3 سنين 4 سنين هيك، ورجعنا اللي جاء البلد. فطريق الزوار على بابنا كلش. اتذكر زاير رجال شايب قال ان شاء الله ابوي نظل بعين الحسين دوم. هاي لحد الان شايب ذا. هي هاي الاسئله، وانا قدر اللي بامكان ان شاء الله نظل بعين الحسين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله جميعا ان شاء الله بحق صاحب الزمن. ولا كاظم الطليباوي اليوم اذا توجهت لك دعوه عند الامام الحسين بالضريح، شنو راح تقرا بالضريح؟ لا اله الا الله، صعبه ما اعرف صراحه. الامام الحسين يستاهل اليوم تقدم له بعد التم اجمل شيء. بعد التم انت قلت بالضريح شو تريد تسوي؟ فما اعرف بعد شنو يعني طبيعه استعدادك راح يكون؟ راح تتعب على اللحن لو راح تتعب على الكلام لو تخلي الامام نصب عينك؟ خليه يسلم القضيه بيده هو يتحكم. زين. ممكن تقرا قصيده مقروءه لو لازم قصيده جديده تكون؟ اتشرف اقرا قصيده مقروءه خدام الحسين، بس اكثر يعني قصيده اللي احبها يا حسين اخبرك من طحت على الغضب. هاي اللي اقرا من التراث. نعم. التراث اقرب لقلبك لو الحداثه؟ صراحه شوف التراث هو تراثنا هذا وتربينا عليه. بس اشوف ان التراث ذا ينقرأ دائما ونفس القصائد يعني ما راح تتوسع رساله الحسين صلى الله عليه وسلم. صحيح. مرات اليوم من يجيك شاب ويقول لك هاي القصيده جذبتني خلتني اصلي. هاي القصيده قربتني للحسين صلى الله عليه. يعني تشوف اكو شيء مثمر. فاحنا نريد نوسع الرساله. يعني انا مو ضد قراءه التراث، لا بالعكس متشرف جدا انا اقرا التراث وانا اسمع التراث ايضا. طيب بس نفس الكلام وكل سنه يعني ما يصير. اكيد لازم اليوم اكو
لازم اليوم اكو طرح جديد، نعم، اكو مواضيع جديدة، نعم لازم. اكو الحان جديدة، نعم، اوزان نعم. جديدة. خلينا بموضوع التراث. ايوه احنا ان شاء الله نروح فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، ويانا خادم الإمام الحسين ملا كاظم الطليباوي. اهلا نور ومرحبا عيونه بك. ملا، الله يوفقك، الله يديمك تاج راس. ملاتي اليوم خادم الإمام الحسين دائما عنده خصوصية من يصعد المنبر نعم. ويدعي العامة الناس. نعم. انت اول واحد يجي يخطر ببالك، من هو اللي يخطر ببالك بالدعاء؟ والدتي. الله يحفظها ان شاء الله. والدتي الحجية الله يوفقها ان شاء الله. طبعا والدتي هي صاحبة الفضل الاكبر عليه. والدتهم اللي هم نسألكم الدعاء لها شوي صحتها، الله يعطيها الصحة والعافية. الله يسلمكم، الله يبارك. ولا والدتي يعني اطلع وتقول لي يمه روح عين الزهرة عليك. هاي الحكاية ما ادري ايش اسوي بيها، تهذينا كلش وتفرحنا بنفس الوقت. الله يحفظها. الله يسلمكم ولا فدوا روح لك. فهي والدتي انه اول هي شخص. هم ساعدتك بالخدمة؟ اي انا مرات ببداياتهم ولا اروح المجالس كروه ما عندي، تنطيني هي من يوم زين. من يوم تنطيني تقول لي روح اقرا تعال، روح اقرا الحسين، اروح مثلا الزيارات المشاية كذا تنطيني هي من عند، قال لي ما بس روح اخدم. الله يسلمك. الله يعطيها الصحة والعافية. الله يوفقك يا حبيبي، بارك فيك، فدوا لعيونك، الله يسلمكم تاج راسهم ولا فدوا لعيونك. ملا حكينا على المنبر وحكينا عن الخدمة. نعم. بعد عمر طويل كلنا نموت. اي اكيد كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. نعم. بعد عمر طويل اليوم خادم الإمام الحسين كل واحد عنده فد أمنية بباله. يا أبا عبد، شو تحب يكتبون على قبره؟ يا أبا عبد الله، يا علي بموت أرجاك لو شحمة لاذة، طب على قبر وقول من ربع هذا. الله. أي فهي هاي القصيدة. أي بقصيدة كلمات الأديب ياسين حميد الصالح الله يوفقه. أما يكتب على قبري ولا هو بيت خادم الزهراء الشاعر ناصر الصالح. أنا بلاية لحسين شن كتب شن قال. وهاي من خلال برنامجكم إنه أمانة لازم تنخط على قبري. إن شاء الله تعالى عمرك طويل. الله يسلمك، يبارك فيك، يطيل بعمرك تاج راسه، فدوا روح لك يا رب. الله يسلمك. الله يخليكم. نجي على القصائد اللي نقراها دائما بيها مرات بيها حدة بالكلام، بيها اسلوب مثلا، مرات اكو اسلوب جارح لأهل البيت. نعم. اصعب كلمة حسيتها صعبة تحكيها على المنبر؟ اللي هي بقصيدة ليلة مولاي قمر بني هاشم صلوات الله عليه. هو مطلع القصيدة، مطلع المستهل، يعني بداية المستهل، مطشرة الخوف لسان حال سيد الشهداء صلوات الله عليه. هاي القصيدة راح نحكي عليها احنا. اي نعم. أنا نعم. اليوم بس هي أصعب كلمة، أصعب أريد كلمة. أريد أوضح لك السؤال أكثر. اليوم أكو قصيدة إذا تذكرها أكيد تذكرها أنت خادم من الخدام المخلصين إن شاء الله. الله يعزك. هنا النازلين هنا. نعم. أكو جملة بيها، الجملة هذه تقول حسين مكسر أسنونه، يعني حسيتها كلش قوية. يعني أنا بالنسبة لي نعم. مع العلم هي القصيدة مقرية وماخذة صداها. نعم. يعني هاي ما يعني أنا بالنسبة لي ما أقدر أقرأها. أنت اليوم أكو كلمات على المنبر يصعب قراءتها عليك؟ هواي كثير كثير. هسه مثل ما تفضلت انت بها القصيدة ما أقدر أقرأها، أو يعني هيك نوع من الشعر ما أقدر. هاي المفردات اللي بيها اللي هي حديثة بالنسبة هسه ملا إذا ترجع قبل الرواية هي أكيدة، بس ما تقدر تقرأها. أنت ما تقدر تقرأها. هسه مثل اللي تفضلت. هواي أكو أمور صارت بواقعة الطف ما نقدر نذكرها. نعم. وهذا كله مولاي الباقر صلوات الله عليه يقول لولا خوفنا على شيعتنا من الموت لروينا لهم ماذا جرى في كربلاء. ما وصلكم منا إلا القليل. يعني ما وصلنا احنا شيء بسيط وصل. لا الصاير بسيد الشهداء. هاي المصايب كلها. أيوة. ساعد الله قلبك مولاي يا صاحب الزمان. ومن هجمة خيول العدا ولا حدود المخيم دنت.
وهاي كلها ما واصلنا قطرة من بحر. لا اله الا الله. اقول الله يساعد قلبه مولاي، هو اللي يشوف، ولا احنا بس سمع حسيته تقول ما اقدر اقراها. مولاي صاحب الزمان صلاة الله يشوفها شوف عينه. حقه مني يقول لأبكينك صباحا ومساء. طيب. لأندمنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دم. حقه. اليوم إذا رجع بك الزمن لواقعة الطف، لا وانت كنت أحد المقاتلين في واقعة الطف، وين تشوف مكانك؟ لا شيء هذا فوق التصور، فوق ما أتصور. أكيد وهي أمنية كل خادم سيد الشهداء أنه يستشهد ويعطل مقتل سيد الشهداء ولو لساعة ولو للحظة، مثل ما سوى مولاي عبد الله الرضيع صلاة الله عليه. نعم. الفترة اللي ضج بيها بالبكاء بالخيام، يقول هنا هو رادي مو للمي، رادي يعطل مقتل سيد الشهداء ساعة لأن إمام زمان. نعم. فأكيد هي إنه تنقتل. لذلك ماكو شيء يعني أكثر من ماكو شيء تسويه إنه يوفى حق المصيبة إلا الموت. لذلك سيدي ومولاي الإمام الحجة صلوات الله عليه يقول أول مطلب يكون صاحب الزمان هو يقول يرفع الرضيع ويقول ما ذنب هذا الطفل حتى يقتل. لا. احنا وصلنا لختام حلقتنا ولا اليوم. الله يبارك حكينا عن هواي مواضيع. آخر موضوع عندنا نعم. قصة وقصيدة. قصة وقصيدة. نعم. اختارينا أنا وياك إنه تكون القصة والقصيدة عن مطشر الخوة. نعم. شنو قصة هذه القصيدة؟ قصة هاي القصيدة يعني هي رزق مولاي قمر بن هاشم ورزق مولاي سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين. هاي القصيدة من لو هذا اللحن تحديدا يعني نازل أحد خدمة سيد الشهداء برمضان، فمن رمضان الحد 6 محرم ليلة مولاي قمر بن هاشم، ليلة السابع دزال اللحن يعني قرابة تقريبا 4 أشهر تقريبا من رمضان لا محرم. فدزال اللحن منتصف الليل الساعة 12 بالليل. يعني القصيدة اللحن حزين، القصيدة والكلام ما بي حزن أبد، ما بي شيء. أنت سيد العارفين ملا الكلام ما متطابق ويا اللحن، الترادوت تعرف. فهنا أنا موجود وياي خادم الزهراء على هذا الخزعة، الله يوفقه إن شاء الله. الله يوفقه. الرجل هم صاحب الله يسلم، الله يوفقه إن شاء الله. هم صاحب فضل علي ولد إنه بالعشرة الأولى دائما هو يكون جنبي. فقلت له علي هيك الموضوع، كان نايم بوقتها. قلت له علي هيك الموضوع. قال ولا شو نسوي؟ ساعات يعني. قلت له ماكو غيرها، احنا بخان النص نقرا سنتها بالحيدرية. قلت له ماكو غيرها، نتوجه السيد الشهداء. سلمنا على الحسين، قرينا زيارة عاشوراء، قال جبال مستهل. طلع برا ورجع قال جبال مستهل. قلت له شنو؟ قال مطشر. سبحان الله. ايوه. فنسأل الله القبول. شنو كان مستهلها؟ نقراها يعني؟ اي نقراها خادم. اي نقراها. طشر الخوة تقول لسان حال مولاي سيدي الشهداء صلوات الله عليه، يقول مطشر الخوة شفته بالقوة بعينه مكسور السهم، هذا مو ذاك الكبير الراي تشرار متطشر وجو الرمل ضار. جيت اركض من الخيمة للماي فصعينا طايح شفته بالقاع والسهم واقف وقفه بالعين
كان واقف بيها الحسين، عباس طاحي بوجهه عالقاع، غير اللي يطيح يريد جفين، جثته منثورة وجفه مبتورة، ومن كثر ذاك السحيق الراية مكسورة. احسنت، جزاك الله خير. يوفقكم يا ملا، الله يسلمكم، تاج راس. احنا وصلنا لختام الحلقه مالتنا، بس احنا طماعين نسمع صوتك. انا خادم صوتك هم خلصناها اسئله وما سمعنا. خادم اتشرف. القصائد التراثيه يا هي اللي تحسها اقرب شيء لقلبك؟ من التراث من قصيدة يا حسين اخبرك، نعم، للمرحوم ولا حمزة الزغير، كلمات الحاج كاظم منظور الكربلاء الله يرحمه. واليا حسين خبرك من طيحت على الغبرة، زينب مشت شتالك باريها، من طيحت على الغبرة، يا حسين اريد الشي مجروحك يا حسين، من غصبا علي بعتبي ورا وكبدك بماي العين، وابديك بشيكيه، وادري السهم جاسم دليلك نصين، يا روحي الزكي يا خويا فجارت دمعي، من طيحت على الغبرة. الله يرحمه ابو احمد ان شاء الله، ويرحم الله الحاج كاظم يرحمنا منظور ويرحمنا الكربلاء وياكم ويجعلنا محمد من خدام الحسين ان شاء الله. الله المخلصين. يسلمكم وان شاء الله على خطاهم امين يا رب ان العالمين. شاء الله بحق الزهراء. وصلنا لختام حلقتنا، نشكر قبولك للدعوه. العفو، خادمكم نشكر حضورك. اتشرف تاج آمين. راسي. حسين. الله يسلمكم وانتم المتفضلين، وشكرا جزيلا لكم والقناه الاشراق والكادر خلف الكواليس. الله يسلمكم وان شاء الله من المنظورين بعين مولاي صاحب الزمان. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذه الليله، انتظرونا ان شاء الله بحلقات جديده، في امان الله.